الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه 51 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم، المكان اللي بنقدم فيه آخر تحديثات أسعار الدولارات أو الدولار والعملات في مصر، وتحليل بسيط وواضح يخليك دايما فاهم السوق ماشي ازاي. سعر الدولار النهارده حافظ على استقراره قدام الجنيه المصري في كل البنوك، وده بعد القفزة الكبيرة اللي حصلت الأسبوع اللي فات. متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري وصل ل47 جنيه 51 قرش للشراء، 47 جنيه 65 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 47 جنيه 54 قرش للشراء، 47 جنيه 64 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 47 جنيه 45 قرش للشراء، 47 جنيه 55 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 47 جنيه 55 قرش للشراء، 47 جنيه 65 قرش للبيع. لو عايز تتابع أو تفضل متابع أسعار الدولار وأهم الأخبار الاقتصادية أول بأول، ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، واكتب لنا في التعليقات هل تتوقع الأسعار أو الدولار هيكمل هيستقر ولا هيزيد. أتمنى ربكم فتكم سلام.